فانت بقيت مش ملتزم بموهبه وقيمه وشطاره قد ما انت ملتزم بجزء من الحاجات دي، بس معاه اللي هيدعم ماديا، يعني مع الباكج الماديه الكبيره قوي ديت، فيشتري ساعات الهوا ويتعملوا البرنامج، فالدنيا كلها بقى ماشيه بالنظام الجميل. انت ايه رايك اصلا في اللعبكه والحياه اللي احنا عايشينها من ناحيه ايه بالظبط بقى فيها بشكل عام بقى؟ يعني سيبك من الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ماديا ولا ثقافيا ولا احنا مش يعني لسه موضوع النهارده ده لسه هنقوله للناس بتوعنا، بس انا بقول لك ايه رايك في كل حاجه يعني. لا الحياه مرعبه، اصبحت مرعبه، مش لطيفه. انا عكسك على فكره، انا مش شايفها مرعبه. بص، لا مرعبه لو حد مش مستعد وما عندوش الادوات اللي جوه نفسه انه يقاوم اللي بيحصل والمفاجآت اللي ممكن تحصل كل لحظه والتانيه. لا هيضيع انت كل لحظه يعني من ناحيه ماديه يعني. لا ماديا لا غير ماديا. خلي بالك انت المادي دلوقتي هو اساس حاجات كتير قوي، مش هننكر ده، خلينا يعني برضو انت عشان تبقى عايش في ليفل حتى ثقافي وقادر تدعم اولادك وتحطهم في بيئه مثلا تعليميه معينه وبيئه تدريبات وثقافات كتير، انت محتاج الماده برضو، مش هننكر. يعني عشان انا كنت من زمان كنت بتمنى فكر ان هو لا الفلوس مش كل حاجه، هي مش كل حاجه، بس اصبحت مهمه وضروريه في حاجات كتير جدا. انا شايف ان اوكي كل ده تمام، بس انا مختلف بقى معاكي في لقطه ان مرعبه الحياه مرعبه. لا هي الفلوس اداه من ادوات الحياه. فالبني ادم مننا لما يجي يختار ادواته ما يلفش حوالينها، بمعنى هتبقى مثلا انا عندي 10 ادوات صح بشتغل عليهم منهم الفلوس، تمام. لان انا لو قلت ان غايتي المال لا مش هقدر اوصل له. يعني انا اصلا المينز اللي انت حضرتك قلت اللي هو جزء من ضمن، بس ما تغفلش عنها خالص. ما هو في نقطه بقى، انا ممكن بقاش معايا فلوس بس بطور من امكانياتي الشخصيه، وامكانياتي الشخصيه تجيب لي فلوس، ده السعي بقى. ما جميل. اذا الحياه مش مرعبه ولا حاجه، الحياه مبنيه على منطقيات معنويه وماديه. المعنوي هنا التواصل مع ذاتك ومع ربنا ومع روحك ومع جسدك ومع يعني اللي هم الاربع حاجات اللي الانسان عايش عشانهم، يعني الروح والنفس والجسد والحاجات دي. وبعد كده بقى تتأتى الماديات على حسب توفيق الله عز وجل، لان في حكمه كده هنا في الاديان عموما وبشكل عام، يعني ان الابتلاءات هنا ومنعها عن البشر هي اساس الرزق. يعني انا دلوقتي ربنا بيعطي واحد مال وممكن ما يعطيش حد مال لحكمه ما، على الرغم من ان هو اللي مش بيديله ده امكانياته الفنيه اعلى، والعكس صحيح. سبب ودافع لاستمرار السعي. جميل. يعني هي يبقى الحياه كلها اختبارات، فليه بقى ما نقولش ان الدنيا اللي احنا عايشينها دي اختبار كبير جدا. المره دي صعب، يعني المره دي اختبار صعب، فمن الاخر اللي هو البني ادم اللي مش مذاكر شويه يعني هيتعب. يعني انا قلت ايه بقى مرعبه للي ما عندوش الحاجه الذاتيه اللي تقدر تخليه يتقوى عشان يواجه اللي بيحصل. اصل الناس كلها عايشه اليومين دول على ان هي ثانويه عامه ولازم كلنا نطلع بامتياز بقى، وده لا انا ضد يعني مثلا كلهم بيذاكروا بس في واحد ذاكر وحافظ الكتاب بس طبق جه عند الامتحان نام بالظبط، وفي واحد عمل اللي عليه كله بس ما جابش برضو النجاح العالي. يعني لسه احنا دلوقتي في امتحانات ثانويه عامه صح؟ لسه طبعا دي كذبه كبيره جدا، يعني كذبه كبيره. احنا طبعا عملنا بريبريشن كده، يعني اتناقشنا نقول بقى للناس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في بودكاست مش مشهور الموسم الثاني مع ثانيه واحده عشان ده صعب، مع سحر الأكحل. ده استنى بقى ثواني. أيوه. الأكحل دي ده لقب العيله. انما بس انت عاجبك بقى اسم اعلامي. لا ما هو اصل كان في سحر، انا سحر جمال الدين. طب جمال، في سحر جمال لقيتها كتير جدا كتير موجوده، عملنا سيرش بقى سحر الأكحل مش موجود خالص، مفيش. فهو سهل جدا بقى توصل. مين بقى عشان الناس تعرف مين ايه سحر الأكحل؟ بس الأكحل اصل انت خلي بالك برضو متعدده، يعني انا بشوف حضرتك شفت لك حاجات تخص الاعلام، شفت لك حاجات تخص التربيه، ودي يمكن المحور اللي هنتناقش فيه النهارده. بس سيبك من ده دلوقتي يعني، فانا عايز اعرف كده ببساطه انت مين؟ ببساطه جدا انا بسمي نفسي انا حد بتاع تربيه، تمام، بس ايه اللي يضيف للتربيه في كل مراحل حياتي بدور عليه واعمله.
يعني لو دورت على مثلا تدريب اذاعي فده هيفيدني انا مثلا في المستوى بتاعي ان انا هنمي نفسي اذاعيا، فانا هعرف اقدم معلومه صح، هعرف اجمع معلومه صح، هعرف افيد اللي حواليا صح، هعرف كمان اطبق ده على اولادي صح لو في المدرسه او في التعليم او كده. هاخد مثلا كورس تنميه ذاتيه في ازاي تنمي القدره على الابتكار، ازاي تنمي شخصيتك انت، ازاي مواجهه الامور، كل الكلام ده فانا برجع اطبقه تاني على اولادي. فكل حاجه بتعلمها في مراحل حياتي ببص الاقيني بشكل ارادي رجعتها تاني لاولادي. يعني عارف اللي هو انا عايزه اطلع منهم بس يعني انت بتقولي ان انت بتحبي التربيه وبتحبي تعديل السلوك والحاجات دي بتاعت الاطفال، وبعدين انت اي اداه بقى انت بتاخديها في حياتك بتحطيها برجع اوظفها في الباكج الكبير ده بقى، فبلاقي نفسي بتطور فيها بشكل مختلف شويه مش تقليدي. اسالك سؤال فلسفي في الموضوع ده بس مش عارف بقى ردك هيبقى عامل ازاي. لا ما هو سؤال ايه عارفه زي فكره لا عارفه زي فكره اللي هو ايه مسير ولا مخير. بس انا مش هتناقش في الموضوع ده بس ايه هي زي نفس السؤال. عرفتي بقى منين انت صح؟ عرفت منين ان انا صح؟ افرض انت مثلا في الاعلام حاجه صح، سؤال تحفه. يعني انت في الاعلام احسن من موضوع التربيه ده الناس، فانت قلتي دلوقتي انا اساس التربيه وكله برميه في الحته دي. عرفت منين ان انا صح؟ هو انا اصلا لما في الاعلام انا برضو كويس، بس الفكره انت زي ما قلنا من شويه السعي، انت بتفضل تسعى لكن النتيجه هتجيلك في انهي اتجاه دي بتاعت ربنا بقى، توفيق بقى. ولا انت بقى مؤمنه بالتخصص؟ مؤمنه بالتخصص لما تبقى شاطر فيه ماشي، ما هو وبتطور نفسك فيه. بس في ناس متخصصين ما عندهمش كل التولز اللي تمكنهم ان هم افهمك رايي عشان ما توهكيش. انا مؤمن ان انا لما اسوق عربيتي اروح مشوار طويل او اي سفر امشي 90 لا 100 ولا او التزم بالقوانين المروريه، مش علشان انا بحب المرور وبتاع، لا ساعات يعني بسرح واجري بس عشان الموضوع مش فيش مثاليه يعني. بس انا بقول الحفاظ على السرعه ثابته بيوصلني اسرع من واحد بيمشي 100 وبعدين 70 وكده. فانا ايماني بالقاعده ديت بتخليني ملتزم بيها. ففي واحد ملتزم بالتخصص بس مش بيجرب نفسه في حاجات تانية. فانا مثلا انا بتاع تربيه، افضل تربيه جايز يبقى موضوع التربيه ده مش احسن حاجه فيا طبعا. انا مش بقول لك ان انت دي مش احسن حاجه، بس انت ايمانك بالتخصص خلاكي تقولي كده فصنع نتيجه في المنطقه دي. او يمكن كمان انا مردود الاطفال والتعامل معاهم بيديك نتيجه فوريه وصادقه، فدي لوحدها ليها شق بيبقى على المستوى النفسي انت بتبقى فرحان بيه جدا. الاطفال مشاعرهم مش بتكذب ابدا، يعني لما طفل يقول انا بحب فلان او بتلاقيه منجذب لفلان ففعلا لا صدقوا، ودي بتبقى حقيقه ويبقى اثر فيه كمان، لا ده بيبقى عدينا ليفل كبير قوي. عارفه انت عارفه انا بشتغل في التعليم طبعا. لما مثلا ابني يجيب درجات وحشه اقول يا بابا النجار مخلع، فبتقولي كم مره قلتي بابا النجار مخلع؟ يعني لا بدات اقولها عادي بقى، بدات اتعامل مع الامر انه عادي فعلا. يعني هو يعني ابني هو صغير من كده شويه كنت بزعل بقى ولازم مش عارف ايه وبتاع، بس عادي بقى ما خلاص ما هي طبيعه المعرفه. مش عارف والله انا والله لحد دلوقتي يعني مش كلنا قدراتنا واحده. انا ما اعرفش فلسفه الموضوع ده عامل ازاي، يعني انا ما اعرفش لا فلسفه ان ممكن يبقى دكتور وعيان، ممكن يبقى دكتور وشاطر يعني فاهماني، ممكن يبقى مربي وعنده مشاكل في التربيه مثلا. اصل احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا بس النتيجه مش بتاعتنا، بتاعت ربنا، فانت ما بتبقاش عارف يعني احنا. طب بس صدقتي ان هو سؤال ملعبك شويه فلسفي مش انت قلت فلسفي ولازم فلسفي بقى نقعد نعمل كده بالظبط. فانت بتجتهد دايما بس انت مش عارف الطريق ده هيوديك ولا لا، بس انت شايف بادره امل، واحنا مطلوب مننا سعي طول الوقت. ان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. في الانجليش انا مش بتاع انجليزي شاطر يعني، بس عشان بس حد يقول لسه النطق انجليش غلط ايوه الناس اللي معاها ب5 جنيه بقى الله يرضى عليكم ما تخش تخبط التعليق السلبي اديني اسباب يعني. شكرا والباقه تروح بس عملت اللي عليا وريحت ضميري يعني. في الانجليش في سيرش يعني بحث وفي بيرسوت برضه بحث او سعي. فكان في فيلم اسمه Pursuit of Happiness بتاع ويل سميث. تمام. الفيلم ده اسمه السعي وراء السعادة، وما علينا بقى من تفاصيل الفيلم، هي قصة حقيقية. بس أنا كنت بحب الفيلم ده جدا لدرجة إن أنا كنت بسأل نفسي الله طب الناس الأجانب دول ليه ما سموش الفيلم The Happiness مثلا؟ فالمهم عرفت فلسفة الرد إيه في البتاع. بس سيبك من دي،
تمام. طب ليه pursuit of happiness؟ طب ليه ما سموه search of happiness مثلا؟ وهو انا سالت ان search بيجي وراه وبتوع الانجليزي صحح. يلا يا جماعه. لا اصل عشان الناس في ناس كده شويه يعني. مش لارج قوي. ادور بقى اسال الناس إيه المتخصصه فيقولوا لي السعي. كلمه سعي كلمه pursuit سعي. ايوه. وكلمه search بحث. السعي هو اللي بيجيب السعاده؟ لا السعي هو دايما بتيجي وراها اشياء معنويه وليست ماديه. اما البحث ياتي وراء الاشياء الماديه. يعني انا بدور على الشراب يبقى انا ابحث عن الشراب. انا راح اجيب رزق انا اسعى وراء الرزق. فالسعي كده. فربنا بيقول ان الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، مش وان الانسان الا ما بحث عنه. صح. طيب خدي بقى ديت بقى. ايوه. ربنا يجي يقول ايه في القران الكريم في الدين الاسلامي؟ ومن يتق الله. طب نوفي بقى عند حته التقوى دي. التقوى دي ماديه ولا معنويه؟ يعني ممسوكه نقدر نمسكها كتقوى مش كنتائج، صح؟ كتقوى يعني ما كل واحد بيتقي معنويه. تمام. ينفع تروحي اسكندريه بالطبع. لا استني بس عليا بعربيه بتفويله واحده. لا بلاش اسكندريه، اسوان عشان لا لازم نمون. فربنا بيقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى. صح كده؟ المفروض بتاعك بقى ان انا لازم انا ممكن ابقى انا ثابت على فكره معينه. تمام. بس النتائج وقفت فالنتائج ثبتت. صح. فانت لازم تتزود اكتر وتحط كتير. فانت ممكن تبقى انت مراضي الرب عز وجل كتيره. صح. فواحد ثابت في المراضي دي، ثابت في نمط تربيته الاولاد وثابت على حاجه معينه، فبقت النتيجه ثابته. صح. وتتماشى مع عمر معين وسن واحد. صح. تمام. طيب فبيقول ان يتقي اجر له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ودي من اساسيات الايمان بالرزق. بالظبط. لما سالتك بقى في الاول السؤال دي بقى النقطه اللي هو هيجي امتى التوفيق، دي بقى بتاعت ربنا. النتيجه بقى امتى وفين وازاي. طيب. دي حكمته. شوفي بقى خبص السؤال بتاعك. ايوه وديتنا فين بقى. شفتي بقى ان لما سالت قلت لك هو انت تعرفي امتى صح وليه انت حطيتي الحته دي هنا. تمام. فقلت لك ممكن يكون ايمانك بالتخصص والنتائج. فاحيانا ايماننا بان التخصص مش كل شيء، او انا بحب انهل اكتر وابقى ادور اكتر ودعبس اكتر، هو اساس التزود نفسه. بس على فكره انا مش مؤمنه بالتخصص لوحده. يعني انا دايما بحب السعي والتجديد والتطوير، بدليل ان في حاجات كتير قوي غير التخصص انا خدت فيه وتعلمتها، وبلاقي ان كل حاجه هي يعني خلينا اقول مثلا التخصص ده هو اللي هيجيب لك مثلا مرتب بتاعك في الشهر، بس في حاجات تانية انت كموهبه كروح معنوية بقى بترفعها وبتبقى مبسوط بان ليك قيمه وهدف ومعنى والكلام ده كله، انت برضو عايز تزود الاثنين. فمش كل الحاجات اللي انت هتبقى حاببها هتجيب لك الفلوس اللي انت تقدر تعيش بيها. ما هو المعنوي انت لازم تبقى عامل بالانس بين الاثنين. الشكل المعنوي هنا في فلسفه العنصر نفسه او الانسان في وضع فلسفته لحياته. صح. فعشان كده في الاول خلاص قلنا الفلوس مش محور الحياه. لا مش هو جزء من الموضوع. وانا بطور عشان كده كنت لسه برضو يعني كنت قاري بوست لحد يعني جميل كنت بستضيفه معانا هنا، فبيقولوا انت الحياه علمتك ايه؟ لا الحياه ما اتعلمتش حاجه خالص. انا لسه بشوف ده انا ببقى واقف قدام مثلا مايك ولا قدام حاجه بعملها عيل صغير مش فاهم. هو قال كده باعتبار انه يبقى عنده الدفعيه للتعلم. لا هو بيسالنا يعني انت اتعلمت ايه في الحياه يعني، فكل واحد قال اتعلمت كذا. فانا شايف انا ده مش كافي لسه ما صح. انا خلي بالك انت لو استكفيت باللي انت اتعلمته وحسيت انت جاهز بقى وحاجه عظيمه جدا، انت مش هتطور نفسك خالص. انت هتقف عند النقطه دي لدرجه ان وبالتالي هتلاقي نفسك رجعت ورا لان كل اللي حواليك بيسبق وبيعدي. لدرجه ان الادخار فلسفته شوفي فلسفه الادخار مش فلسفه الثروه الحصول على الثروه. صح. ده الانفاق هو الثروه. يعني لما تصرفي في موارد. طب كانت المشكله في الصرف فين بقى؟ في الفلسفه ما بين ان انا اصرف صح واكون مبذر. تمام. شوفي الشعره بقى دي. صح. طيب عارفه بدا يجرنا لايه؟ لفعلا التربيه والمبادره بتاعتك. بالظبط. لان لو حرصت على ابني قوي 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 هقفل عليه هيضيع مني قوي قوي قوي.
ولو سبته قوي 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 برضه ضايع. ما عنديش اي كنترول، ماليش تاثير عليه خالص. فعجبني انا يعني في بعض الحاجات اللي انا يعني اللي خلاني ان انا اقول لك تعالي كلمينا ونورينا يعني في البودكاست بتاعنا اللي اسمه مش مشهور ده. فعجبني حته جميله يعني ان انت لازم تكون ولي امر متطور جدا. التربيه اتغيرت يا جدعان خالص. طب يلا بقى يعني قول لنا بقى. الموضوع بقى مختلف تماما. عشان كده يقول لك لا احنا اتربينا وطلعنا حلوين جدا. لا، طلعتوا حلوين جدا في عصر مش العصر بتاع دلوقتي. خلاص يعني الدنيا اتغيرت والدنيا اتطورت، وانت لازم تكون مواكب اللي بيحصل حواليك والا هتضيع. طيب ما هو اصلا هو الاطفال لازم نبقى عارفين ان في بينهم فروق فرديه كتير، وفي مراحل حياتهم واحنا بنربيهم برضو اختلافات هتحصل. يعني هو لسه بيبي، مش زي ما بدأ يدخل مدرسة، مش زي ما كبر شوية، مش زي ما بقى خلاص دخل على الثانوي والجامعة وهكذا. فإحنا ما ينفعش نفضل ثابتين في أمور حياتنا كلها بافعل ولا تفعل، بصح وغلط. الإجبار والتأييد والالتزام بأوامر معينة دايما خلينا نقول تخنق أي حد. يعني إحنا حتى لو كبار وعايشين مع حد، الحد ده بيقول لنا اعمل كذا ما تعملش كذا، اعمل كذا ما تعملش كذا، وسلب مني خالص تماما حرية الاختيار. اكيد في لحظه هاجي وهنفجر. هقدر اكمل؟ لا اكيد لا، مش هقدر اكمل. صح. فانا من انصار ومن اصحاب مبدا ان احنا من اطفالنا هم صغيرين جدا نعودهم على الاختيار. وعشان يتعودوا على الاختيار صح، طب ما هيقول لك طب ما هو طفل غير مسؤول اصلا، هيختار ازاي؟ طب ممكن يختار حاجه غلط. دي الذكاء بتاع المربي بقى، ان انا دايما اخيره بين حاجات صح. يعني اختار مثلا تلعب باللعبه دي ولا دي ولا دي. انا خيرته بين 3 حاجات، ال3 حاجات صح، وال3 حاجات متوفره في المحيط بتاعي، وال3 حاجات لو لعب بيهم انا مطمنه انه تمام وهيستفيد منه. على مستواه هو بقى كطفل صغير، انت بتنمي عنده حاجه اسمها انا اقدر اقرر، انا اللي هتحمل نتيجه قراري، ودي بتيجي بالتبعيه بعد كده. لذلك لو اختار غلط بعد كده، لا دي مسؤوليتك مش مسؤوليتي انا. عشان في لغايه دلوقتي ناس كبار بنقابلهم في حياتنا لما بيختاروا غلط او بيعملوا مشكله، دايما يجيب العيب على اللي معاه، يرمي المشكله، لا ما انت السبب، ما انت اللي عملت، ما انت اللي كنت قايل لي كذا، ما انت اللي خلتني اعمل كذا. فلا، انا ببطل بقى كل ده من هو صغير. طبعا احنا هنا محتاجين ولي امر متطور متعلم، يعني مش متطور قوي، بس ولي امر حابب يوصل ابنه لبر الامان. يعني نقول كده. لا انا اقصد يعني عقليته مايندد، يعني راجل يعني بيفهم، عايز يتعلم. الله عليك يا باشا، قابل للتعلم دي. ده موال بقى. طبعا. ما احنا مشكلتنا ان عايزين نعلم العيال واحنا ما نتعلمش. ما نتعلمش. وكمان في نقطه بقى لمستها جدا في اولياء الامور، بضغط الزرار. عارف بالريموت انا هضغط على الزرار ده، السلوك ده هيتمحي تماما وهيتحط بدل السلوك الايجابي الصح جدا، والقيمه اللي انا عايزها دي انا هزرعها برضو بضغطه ريموت. لا، الموضوع مش بسيط قوي. انت عارفه ليه؟ معلش يعني بخش دخلات خاطفه لاحفه كده، عشان احنا اتعلمنا طول حياتنا ان انت لما هتخلص اعداديه هتكون احسن، لما يعني دايما المرحله اما هتشتري العربيه هتكون مش عارف، اما الثانويه العامه اللي احنا فيها دي اما تخلص هتلاقي نفسك هتخش على المصيبه، ولما دايما بنعود عيالنا ان خلي بالك لا خلاص هو اما هنوصل لحد هنا الموضوع انتهى خلاص. دايما ماشيين بالمبدا ده، انا لما اجيب ال100,000 جنيه خلاص انا وصلت. تتفاجئ بعد ما خلصت كل ده والتعليم خلص والكليه خلصت وحتى اشتغلت، ان انت ولا قادر تتعامل اجتماعيا مع الناس بشكل سليم، ولا قادر تحط اهداف لنفسك وتطور نفسك، ولا قادر ان انت حتى تبدع بقى في مجال شغلك. ما هو كلنا بنشتغل ما بنسالش عن نتائج. يعني ما فيش واحد مثلا زوج وزوجته ولا ناس مقبلين على الزواج ولا داخلين مقبلين على فكروا بيسالوا هو العيل ده ما يطلع يتربى ازاي. عمرنا ما سالنا عن نتائج. يعني قبل كده يا جماعه اتجوزوا، عايزين يتجوزوا بس ما تجيبوش عيال غير وانتم مفكرين مع بعض هتربوهم ازاي. احنا ما بنسالش عن نتائج يا باشا. يعني دايما بنفكر، يعني العروسه دايما بتفكر في فستان الفرح. دي حقيقه. انما ما بتفكرش ان ممكن مثلا اجيب فستان الفرح فالشيبونه تتنتش خالص. لا، ساعه الفرح فتبقى مش عارفه تبقى الوقت اللحظي ده ما بنعرفش نتعامل مع الحاجات دي. لا، ما تعودناش على اداره الازمات يعني والحاجات دي. وما تعودناش كمان انه يبقى فيه دايما شغف وتطوير. ما هو يعني برضو هي الفكره في كده، انه كان زمان المحيط حوالينا فيه ايه،
ودلوقتي المحيط حوالينا فيه ايه. لذلك الطفل دلوقتي غير قبل كده، غير احنا واحنا اطفال. لذلك المناهج اتغيرت واتطورت واساليب التعليم اتغيرت واتطورت. فعشان كده بقول لازم المدرس كمان يبقى عنده تطوير لنفسه، تطوير لادواته باستمرار. وانا لما ابقى عندي خبره بالفنون، تناسق الالوان والحاجات ازاي تتنمق مع بعض وتتنسق بشكل جمالي، ما ده هينعكس عليه. يعني انا دايما بعتبر الانسان عباره عن لوحه فنيه بيأثر في اللي حواليه بدون قصد. ما انا ممكن اولادي هيتعلموا تناسق الالوان، هيتعلموا يعني هيبقوا مبسوطين وفي بهجه وهم قاعدين لما شايفين اللي قدامهم منسق في الوانه مثلا. هيستخدم وسيله تعليميه هيعملها صح، فدي مهاره من نوع اخر. هيتكلم معاهم باسلوب مناسب ليهم، فيتعامل مع الاطفال دايما بالفروق الفرديه اللي بينهم كلهم. طبعا هيسمعني حد دلوقتي من ذوات الطاقه السلبيه هيقول لك الحياه ده هما بداوا اصلا بودكاست بدردشه كده بينهم وبين بعض، ده الحياه مخيفه وبتاع. فالانسان تحت ضغط ما بيطبقش اللي انت بتقوليه ده. وارد ما يطبقش، وارد ما يعرفش يطبق. طب وليه ما يطبقش حته صغيره؟ خلي بالك، واحنا قلنا مرعبه للي ما عندوش التولز والادوات اللي جوه ذاته تنمي. يا عم ماشي ما يطبقش. ما تخلينا نمشي بدماغه، ما تخلينا نمشي بدماغه. يبدا حته مثلا. يا عم ما تعمل يا عم اي حاجه، ما تضحك يا عم. مش يقول لك ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما تسيبوش كله. لا هو الحياه ماشيه بطعم وشكل ولون وريحه، والحياه ملعبكه جميله يعني حلوه. لو في حاجه كمان ان احنا نتقبل اللي موجود. ايوه مش هيتغير اللي احنا فيه غير لما نقبله الاول. ما عشان احنا دايما حاطين مهاره التطور في حته الادراك العملي فقط في الشغل فقط. انما انا لا اتطور يعني. لسه كنت دايما بقول لزمايلي وعملتها فيديو كده، يعني ما تعيش دور غير اكبر من دورك. يعني انت في حياتك، انت في حياتي كومبارس، صح. دورك وانت جاري تعمل لي صباح الخير، هو دوره كده. هو دلوقتي دوره في حياتي ازيك كده. ما تطولش بقى معاك، خليك كومبارس. يعني انت دورك كده في حياتك، زي دوره كمدير مدير هناك، دكتور في العياده. فما تجيش تلعب دور مش دورك، صح. لان في الاخر انا همثل عليك ادوار اخرى بقى. ده معناه ان الانسان ما يبقاش دور واحد اللي بيقوم بيه، لازم يكون متعود انه له. يبقى ده معناه ان انا اطور نفسي في كل المجالات. يعني انت دكتور، طور نفسك في دكتور، مش معناه انت تخش لي بقى البيت لابس بالطو. صح كده جدا. انت حتى ممكن ما تكشفش اصلا على ابنك، يبعته لزميلك مثلا يعني. تمام. فهي دي فكسانه. عندي واحد يعني مش جاري يعني. يعني لقيته بقى ايه بعد ما بقى زيك. انا عاده بخش واطلع في هدوء تام. بعد ما عملت بتاع مش مشهور ده، فبدات الناس في ناس فعلا بقت بخش يقول لي احنا شفنا حاجه، احنا عملنا. فده كويس، ما عنديش مشكله يعني، عادي، دي حاجه حلوه. يا رب بس الدنيا تكبر وتبقى العمليه حلوه، ما عنديش مشكله يعني. فبقى ايه في هو فاكر ان كل المواضيع اللي انا بتكلم فيها انا بذاكرها او عارفها، فبيسالني فيها. يعني مثلا ممكن اطلع من عندي كده دلوقتي حد يقول لي يا بابا انا ربي عيني زي انا ما اعرفش يا ابني، انا بجيب ناس تقول حبيبي ما اعرف. فبقى انت عارف اللي هو ايه، اللي هو ازيك وازي حضرتك، لابسه اورنج ليه؟ ده دور اكبر بقى. انت كده خدت دور، انت اديت مساحه وفي المسرحيه بتاعتك وقفت سيادتك، مش منطقتك بقى. ازيك يا فندم. فبقى الناس بتضحك، راح مكررها تاني والمخرج بيشيط تحت. بالظبط. فبعد اذنك يعني كل واحد فينا يشوف ادواره ايه ومساحته ايه. عشان كده انت وانت بتعلم حد غير وانت بتعلم حد، وانت بتتعلم. وده بقى يجرني لحاجه جميله جدا. ايه هي بقى المبادره اللي سيادتك اسمها ايه بقى؟ يعني احنا كده دلوقتي يا جماعه دردشنا شويه عن الفكره. ايه المبادره دي اللي بتاع بقى؟ ابنك مهم. انت بتقولي ابنك اسمها ابنك مهم. اسمها كده. وانا لو سالتك بقى ابنك مهم بقى تقول ايه؟ بقى كل الناس هتقول وبتاع. طب ايه بقى؟ لا ما هو يقول حاجه ولا غير عمل. ما الناس مش كل بالظبط. يعني معلش انا بروح احيانا اقعد حاجه في محكمه والله دي مش عارف ايه، فبلاقي محكمه الاسره. خلي بالك الاهميه نفسها. اللهم بارك يعني لو ابنك مهم دي الناس فهمتها، سواء كان عاديين او منفصلين او مش عارف ايه، هو ابنك مهم بجد. ايوه. وبعدين خلي بالك كمان الاهميه هتختلف. في اهميه الابن عنده ان هو يوفر له الاكل والشرب والنادي والفلوس الكتير، وفي حد تاني دايما اهميته انه يبقى بيستثمر في عقله في تطوير مهاراته
ويشوف امكانياته حلوه فين ويطور في المنطقه دي، وفي حد تاني عامل ميكس بين الاثنين. هي الاهميه بقى في دي، يعني هو هل هي رعايه ولا هل هي تربيه؟ احنا بنربي مش بنرعى بس. لو حد عاوز يقعد شويه في موضوع ابنك مهم ده المبادره ديت، عشان بس نتكلم عن المبادره شويه وبعدين نخش في فكرتها. انا دلوقتي كولي امر عايز اجي اقعد معاكي في الحته ديت، المبادره دي تتبناها ايه؟ يعني اشرحي لي اكتر عنها. انت قلتي لي وديتيها تونس باين. هي طبعا مش تتبناها جهه حكوميه، ولكن انا اصلا شغلي مرتبط بكل المجال التعليمي، فوجود معايا اطفال دايما بيخليني انا سهل ان انا اطبق كل اللي بتعلمه وكل الحاجات اللي بتطور من الذات بس للاطفال كمان، فبتدي نتائج هايله جدا. فلما احنا فكرنا في الموضوع احنا كان انا ومجموعه من الزملاء وكده بس كنت انا اكتر تخصص في التربيه موجود في الوقت ده، فتبنيت الفكره ديت وعرضتها على الزملاء. فتمام حلو نبدا فيها. بقى فيها في مصر، عملنا تدريبات بره مصر. طيب تدريبات بره مصر وجوه مصر، لما انا شفت الاثنين لا طب هم كمان متعطشين قوي لموضوع التربيه زينا بالظبط، وعندهم كمان حب ان احنا كمان ننمي نفسنا. ليه؟ من اجل اولادنا يكونوا افضل، يكونوا في تطوير. يعني هي مجموعه دورات تدريبيه بالظبط. تمام. تحت بند ابنك مهم لاولياء الامور. هدفها ببساطه شديده جدا ازاي اطلع ابن مسؤول، وازاي هو يكون عنده اهميه في حياتي ويحسها، ويكون هو نفسه الابن ده مهم في حياته هو وفي حياه اللي حواليه. كنت استضفت يعني حد محامي تمام متخصص في قضايا الاسره كويس، فقال لي كلمه لحد دلوقتي يعني انا مش والله يا جماعه البودكاست والله العظيم والله بدون مبالغه ممكن يكون احنا بنعمله. يعني احنا قلنا اول بودكاست مصور في الغربيه يعني واحنا من ابناء محافظه الغربيه ودي حاجه تشرفني طبعا. فقال لي فبسمع دايما الحاجات عشان اخد منها مقاطع حلوه بتاع. فرنت الكلمه انا دلوقتي راجل عجوز عايز الناس ترعاني بعد ما يبقى لازم ارعاهم عشان يرعوني. قدم لان مفيش الست تلاقي حد لا، انما احنا عندنا تلاقي الشيطان داخل معاكي في حته ان والله مهما تصرفي عليها وبيرموكي. لا والنقطه تانية بقى عارفه التفاصيل، تلاقي اب وام مش عايزين يقدموا اي حاجه خالص، سواء مين بقى اللي في المرحله دي مش عايز يقدم اي شيء ولا اي تضحيه ولا اي دعم ولا وعايز كل حاجه الابن ده يديها او البنت دي تديها له. طب او في كليشيهات كمان في التربيه اللي هي فكره احنا عايزين اولادنا يبقوا احسن مننا. طب اديني بقى ادوات بقى يعني هتحوريني احسن منك في ايه بقى؟ الاكذوبه بقى انا بشوفها بتبرر لك دايما ان انت تخلي ولادك يحققوا اللي انت فشلت في تحقيقه اصلا يعني. لا الموضوع مش كده، وعلى فكره كلنا كويسين بس كل واحد كويس في المنطقه بتاعته دي. يعني انا دايما من انصار ان انا اعلم اولادي انه احنا اختلافنا ده هو اللي بيميزنا. مختلفين في اللون وفي الشكل وفي الصوت وفي الطريقه وفي الاسلوب في كل حاجه، كذلك مختلفين في المهارات بتاعتنا ومختلفين في الوظائف بتاعتنا. الاختلاف ده هو العامل التنوع هو اللي بيخلينا كلنا محتاجين لبعض متماسكين مع بعض. المبادره مبنيه على التدريب وسط الجروبس وكده. ماشي انا هنشرح تفاصيلها دلوقتي انما ما فيش استشارات انديفيدوال. في استشارات يعني اسريه وتربويه يعني عشان برضه عشان نسيب برضه اللينك ونظبط الدنيا. يعني في طبعا استشارات اسريه وتربويه للطرفين، للاب والام وللاولاد. في حاجات ساعات بتبقى تكنيكال شويه وخاصه بالمهارات بتاعت شخصيه الاطفال. الاب والام بيبقى عايز حد يساعده انا اعمل ده ازاي، يعني انا اساعده ازاي يكتسب السلوك دي، غير اما انا اخد الام وغالبا بتبقى الامهات يعني اللي بتيجي في الحاجات دي. الاب شويه بيبقى بعيد عن الموضوع الرجاله صعبين ودي انا بشوفها مشكله على فكره. عارفه انا نفسي في مشكله بجد. عارفه انا نفسي الاب له دور عظيم جدا جدا. بس ما اقولك اللي في نفسي قول اول مره انا في مره قلته بس شلته ومنتجته انا بقى المره دي نجيب الستات كلهم ايوه حطهم لاين تمام. ايوه انا الستات بالنسبه لي 3 انواع. استني احنا هنطلع بره الموضوع شويه يا جماعه. استني بس 3 انواع ماشي يا باشا. الاول لا اصبري 3 اول. في واحده اصلا لو عطستي فيها تتخض تقع تروح. تمام. وفي واحده اتقل شويه، في واحده اللي هو تعالى يا بطل موريك كده دي تعطست بقى انا هكح بقى نوقفهم كده بقى. ايوه بعدين ونجيب 3 رصاصات. ايوه شوفي الشر ما شاء الله. لا انا معاك كمل. هنضرب واحده تعدي من ودارهم كلهم. ليه الاولانيه هتقع
عايزين نتخلص منهم. ليه؟ ما هو انتوا السبب اللي بتبوظوا التربيه. ليه وجهه نظرك ايه طيب؟ بتبوظوا التربيه انتوا من ناحيه ايه بقى؟ سمع علينا عشان انتوا بتظلموا الرجاله. ليه بس؟ الرجاله بتربي لا انا واحده من الناس مش بعمم. ما بحبش التعميم. كل حاجه فيها صح وفيها غلط. وعلى فكره في نماذج كتير جدا بيبقى الاب هو اللي حريص على التطوير، ودول نعرفهم بقى في محيط حياتنا، وحريص ان هم يبقوا على طول مطلعين ولادهم يتعلموا الحاجه دي ويتعلموا الحاجه دي ومع بعض في السلوكيات وتطويرها اول باول. وفي بتبقى منفضه خالص. لا انت عارفه انا مزاجين الاثنين موجودين. عارفه انا شايف المشكله فين؟ في ان الطرفين الاثنين ما فيش ما بينهم تواصل كويس. يعني انا مثلا انا راجل مثلا اعرف اطبخ كذا، ما اعرفش كذا، اعمل كذا، ما عندناش مكاشفه ان انا اعرف وما اعرفش. فهتلاقي الراجل بيتكسف انه يقول ما اعرفش مثلا، وتلاقي الواحد عايز يبين انه عارف كل حاجه مثلا يعني. فانا شايف ان هو احنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش حتى نعرف نوضح الفكره دي. طبعا الام يا عيني بحكم ان هي مسؤوله فبتشيل الليله كلها، على الرغم من ان طبيعتها زي الست اللي هي مرصاصه دي هتقع مره واحده. هي كمان في نقطه بتشيل الليله كلها، وكمان بتشيل النتائج، مسؤوليه النتائج لوحدها. وده انا بشوفه بقى لا صعب شويه، ما تجيش تحملها هي المسؤوليه لوحدها في النتيجه، لان انت كنت بتشارك من الاول وده مع واول باول بقى. وده بقى ده نموذج الراجل اللي عايز يموت الستات ده اللي هو عايز ما تخلص واخلص بقى. واحد شاف الستات هي عقده حياته يعني. لا وبعدين في حاجه برضو مهمه قوي، ما ينفعش الخلافات بين الزوج والزوجه تبان قدام الولاد ابدا. اختلفوا يعني اتفقوا على اسلوب التربيه هيكون ايه. انت عارفه انا الناس بتوجه لي الانتقادات بسببكم بجد؟ والله العظيم. لا خلي بالك، ما لو اختلفوا مع بعض ما بتقول انت جدا. الناس بتقول لي انت بتجيب ناس تعيش في المدائن الفاضله. لا والله خالص، احنا في المدائن الغير فاضله تمام. اسالنا والله العظيم خالص خالص. انا من زمان مع الاطفال واولياء الامور لا شفت نماذج كتير جدا جدا جدا. لا بس خلي بالك انت اللي تقدر تعمل لنفسك مدينه يعني اقرب للمدينه الفاضله، او تكون انت شايفها كده لما تتقبل حتى السلبيات اللي فيها والحاجات الصعبه. ومفيش حياه مش صعبه على فكره، صح. ما لازم يكون في صعوبات، وزي ما قلنا في الاول ماشي بقى يعني. ست الكل بمبدا ايوه ونخافوا من بعدهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. ونرجع تاني لتقوى الله، ونرجع للمعنويات من تاني، صح. ونرجع لليقين في الله تاني. والله الواحد لازم يبقى فعلا ماشي هنا. دايما لو مدام هنا ابيض وبينه وبين ربنا عمار، ما حدش هيضيعنا والله. ده صحيح على فكره. ويا بخته اللي دايما بيبقى موكل امره لربنا، وربنا اللي يدافع عنه بقى باشا بجد يعني. يعملوه ان الله يدافع عن الذين امنوا. الستات ما تزعلش مني، انا مش هموت ولا حاجه. لا هزار يا جماعه، دعاء بقى. انا بقول رصاصه كده ورصاصه كده، فكده احنا تخلصنا من تلت المجتمع. هيتفضل لي بقى اللي هو الراجل الوحش ده، واحده في دماغه على طول فايتر بقى. عايز ساعتها بقى لو الحياه رجاله بس الاوبئه هتظهر في الدنيا بقى. ما ينفعش، لازم ستات فعلا. مش عارفه، هي سنه الحياه. مش عارفه بقى يعني. ستات بقى وعيال يعني عايزين تموتوه هيرتاحوا والله على فكره يا جماعه. لا والله طبعا صدقني هيرتاحوا. لا طبعا احنا بنهزر اكيد، بس هي السيده في المجتمع طبعا لو في تعاون بينها وما بين الراجل بطريقه كويسه، اعتقد والله النتائج هتبقى تحفه جدا وروعه جدا جدا. لان معلش مفيش طفل ولا طفله هيبقى قدامه نموذج الاب بس ويبقى مؤثر فيه والام بس. لا لازم الحياه حلوه ليه؟ عشان المبادرات بتاعتكم دي، يعني استمرارها وجودها في الحياه، على الرغم من ان الحياه كانت مخيفه في الاول مرعبه، بس هو اللاين ده اللاين ده عامل زي الحر، نسمه الندى ونسمه انت عارف ليه بقى؟ لان بيجي مثلا الانسان بيغرق فجاه، ويعني مثلا ده انا ابني اكتشفت انه بياخد الفلوس ديت من الشنطه. ده انا ابني حرامي، ده بيسرق. لا ما بيسرقش. وعنده كام سنه الاول؟ طب السلوك ده اتعمل كام مره؟ طب انت شفته ايه؟ طب نبدا نفتح بقى المشكله ونلاقي لا، انت بتسبق وبتدي معنى كبير قوي للسلوك اللي الطفل اتصرفه، في حين ان احنا ممكن في مرتين 3 4 كده نظبطه ونمحيه. بس عايز الاب والام ما يتخضوش. الامر اللي بيتخض ويفتكر لا ده مصيبه، ده ابني ضاع. لا ما ضاعش، وقفت هنا. لا ما بتوقفش. فبتدي امل بقى الحاجات اللي بنعملها دي، لانه خلاص يبقى اذا في حل. وطالما الانسان عرف ان في حل موجود عند حد ما او ايا ما كان الشخص فين اللي هيحل له الموضوع، بيطمن. صح.
وبيطمن. لما بيطمن هيبدا بقى يواجه المشكله بشكل افضل. ما هو لو واجهه هو منفعل ومربوك ولا الدنيا اتهدت على دماغي، اكيد رد الفعل هيبقى مختلف عن مكان هادي. والله يعني ربنا يبارك فيكم، وانا ببقى مبسوط بالحاجات الحلوه دي، وبحاول دايما اعمل عليها اسقاط في البودكاست بتاعنا الجميل الحلو ده، علشان خاطر انه بقى يعني احنا زي ما قلنا نبقى نسمه الطراوه على شويه الحر اللي احنا الجو حر اليومين دول. مطلوب. تمام. انا بدات البودكاست في الشتاء، فكنت اقول نسمه الدفء. سبحان الله. ما هو عشان لما نيجي نجيب مثال الرجل والست اللي انا هزرت فيه ده، هو لازم دفء ولازم شتاء. ايوه لازم قوه وحزم، لازم برد ولازم لطف ولازم راجل وست. لازم هي المعادله كده. كل حاجه ربنا خلقها ازواج، حتى الحيوانات يعني ذكر وانثى. فطبعا الامر ده مهم جدا. فعشان بس الناس اللي هي شويه متحامله على هذا النوع والمتحاملين على هذا النوع، لا خير الامور احنا الاثنين في كفه واحده ومسؤوليه واحده، والاثنين هيسالوا على فكره. وهنا بقى يبقى من خلال المبادره ديت يتحول الى ان احنا عندنا ولي امر مسؤول. ايوه. وطفل مسؤول. عشان الطفل ده المسؤول لما يكبر تدريجيا هيلاقي نفسه هيشعر بذاته بقى وبقيمته. تمام. وبالتالي هيقدر ان هو خلاص هو عارف ازاي يتقبل منك اصلا، وعارف ان انت لما بتنصحه عشان مصلحته. طب الجلسات دي بتاخد وقت يعني؟ تاخد كام حصه كام؟ لا ما بتتحددش كده. لان دايما يعني بص في حد ممكن يتعلم الحاجه من بودكاست زي ده، وممكن حد يحتاج جلسات كتير جدا عشان يتعلم. ايوه. فهي الفكره مش ثابته، ملهاش ثوابت يعني خالص. على حسب الاتزان النفسي بتاع البني ادم، على حسب تكوينه وعلى حسب الفكر بتاعه والوعي بتاعه ومعلوماته فين، وحابب يغير ويتغير ولا مش حابب، يعني حاجات كتير صح. فما نقدرش نقيس انها لا عدد كذا يعني. والله انا سعيد بوجودك. ولو انت عايزه تنصحي الناس بحاجه قولي لهم، مش عايزه نقفل. لا يعني طب ليه ننصح؟ طيب يلا اتفضل. او مش ننصح، نقول كده يعني يلا خش حاجه من القلب كده تدخل بالقلب يعني. خش اولادنا اكيد مهمين جدا جدا واهم حاجه في حياتنا، بس خلوهم بقى يحسوا ان هم فعلا مهمين، مش بالكلام، بالتصرفات وبالافعال. وصدقوني ببساطه جدا هتخلوه يعمل كل حاجه انتوا عايزينها، بس لما يشوفوا الاول انتوا بتعملوا ده. اوعى تنصح ابنك بحاجه انت ما بتعملهاش، حذاري هيفقد الثقه فيك ومش هياخد منك اي شيء. خلينا قدوه لاولادنا ان شاء الله تكون ايجابيه يا رب. ان شاء الله. اولا الحلقه دي ان شاء الله بعد عيد الاضحى، وانا مسجلتها بعد العيد يعني. وفي العيد انا هقول لكم حاجه. كنت انا يعني انا بحب السينما جدا. انا ما بتفرجش على افلام طبيعي كده على اللابتوب وبتاع. انا ممكن اخش السينما بقى لا والمسرح غير بقى كمان. فكان في افلام نزل عربي يعني احيانا بشوف. انا بحترم كريم عبد العزيز وكريم عمر عبد العزيز يعني. كانوا عاملين فيلم اسمه بيت الروبي. الفيلم ده جميل جدا، فكرته حلوه. وطبعا بقى عشان كوميدي شويه وبتاع، فيعني الفكره المكتوبه حلوه. ففريت بقى في بقيه الافلام، فلقيت وراه افلام. المهم انا بس بحذر من حاجه معينه. معلش انا هقول لكم كده، ودي على في فيلم نازل في العيد لممثل معين يعني. الفيلم ده المفروض اصلا يكتب عليه بلس 18 يعني. والله صدقيني يعني انا مش عايز، انا لا عايز اقول اسم الممثل خلاص بقى ولا مش عايز اتكلم في الحاجات ديت. بس انا شايف ان الفيلم لا يصلح اصلا. انتاج شركه انتاج معروفه يعني، كل انتاجها مش لطيف يعني. وريت اصلا اقطع الشركه دي. تمام. وحتى انا تابعت على فكره يعني لهذا الممثل وليه اخ كمان. المهم يعني لما تابعت كده لقيت ان هم كل كتاباتهم وحشه قوي. خلي بالك ان دي الحاجات اللي بتعوق التربيه في مجتمعنا، وده اللي مزود الصعوبه اكتر. يعني انتوا مثلا لو احنا كنا بنتكلم على ظاهره زي ظاهره مثلا الغناء الشعبي وتدنيها وكان اسبابها برضو بعض شركات الانتاج. هتلاقي نفس شركه الانتاج اللي بنتكلم فيها برضو. تمام. انا بقولش طبعا اسمها شركات ولا بتاع عشان محدش يمسك عليها حاجه من الاخر يعني، عشان مش عايز وش. وبعدين يا باشا انا لا اصلا ولا حاجه اصلا. بس انا شايف يا جماعه يعني لو انتوا بتتفرجوا عليا رجاء ان شركه الانتاج دي معروفه جدا، ما تتفرجوش على افلامها. طب بالنسبه بقى الحاجه دي كمان بالمره مهمه قوي يعني. ما تخلوش ولادكم يشوفوا حاجه انتوا ما شفتوهاش مثلا.
عشان انا بشوف اولياء امور نسيب الاطفال لا الكرتون ده يعني وهم ساكتين يعني ايه قصه فيلم؟ وكويسين، قصه فيلم وانا مش عارف ايه اللي بيتبني في داخل انا عقلهم وبيت اللاواعي. ولادي، داخل انا وبيت ولادي. طبعا هم مسميين الاسم على اسم فيلم قديم لممثل قديم يعني جدا، توفى الله عز وجل، فؤاد المهندس، يعني معروف الاسم كده بقى، كده انتوا عرفتوا الفيلم اهو. تمام. ايه يا عم ده؟ ما يعني مش كل حاجه علشان انت عليك اقساط وعلى اساس دايما الممثلين دلوقتي طالعين لي في قصه ايه صنع عليا اقساط. اصل وبعدين يطلع يساله بعد 50 سنه هو انت ايه الفيلم اللي انت ندمت عليه؟ لكن الفيلم ده كذا، اصل انا اضطريت ان انا ايوه كلنا بنضطر، بس الغايه لا تبرر الوسيله يا باشا. ولو هو ده عم اتجاهك خلاص يا عم ماشي، احنا بقى بنحذر الناس، احنا بقى بنحذر الناس من الحاجات دي. وانا هضم صوتي لصوتك فعلا، ما تتفرجوش على حاجه، ما تخرجوش ولادكم على حاجه غير ما انتوا تكونوا اتفرجتوا عليه، وما نستسهلش الامهات عشان خاطر ايه، انما مثلا كمان ولادها نسيبها قدام الكرتون والتابلت والحاجات دي بقى براحتهم. لا عشان خاطري دلوقتي بقى في حاجات يعني بجد مرعبه ممكن تدخل في عقلهم اللاواعي ومش هتعرف تتصرفوا والله بعد كده فيه ولا تعالجوها ولا. انما فكره فيلم بيت الروبي حلو، يعني فكره حلوه جميله، بتتكلم على السوشيال ميديا والسرعه وحاجه جميله، يعني هو فيلم عجبني بصراحه. انما عجبني موضوعا حتى ما فيهوش اسفاف. وبرضو انا عايز اوصل بس رساله، احنا بنتكلم على فكره ان انت بعد كده لما بتخش حاجه زي كده ابنك بيطلع يسالك ايه ده وايه ده، فانت يعني هترد بقى مش هترد، بتبقى في محك يعني. وممكن ما يسالش، وممكن ما يسالش، ينفذ بقى بعد يدور على طول ويدور بطريقته. طبعا احنا ويعلم هيعرف انتوا اصلا مش عارفين اصلا معلش ازاي تمنعوا مثلا الحاجات اللي الولاد يتفرجوا عليها او لان احنا طبعا في التكنولوجيا ضعاف شويه وممكن يبقوا اشطر من وهكذا. الوازع الداخلي نهتم بيه ان هو يبقى خايف من ربنا، لان احنا مش موجودين معاه طول الوقت، مش هنفضل معاهم طول الوقت اكيد. لا بس دي نصيحه كده في اخر البودكاست حبيت اقولها وشكرا ليكم. وطبعا يعني احنا ما اتكلمناش عن افلام وحش يعني عشان الناس ما تزعلش مننا يعني. باي باي.